ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض هريسة الشطة بطريقة سهلة جدا. كنت عملتها معاكم من سنتين على القناة، بس دي طريقة ودي طريقة، وانتي طبعا اختاري الأحلى. انا بالنسبة لي الاتنين كانوا حلوين جدا. بس الطريقة اللي هنعملها النهاردة هي قريبة اكتر من البرطمان اللي بنجيبه من السوبر ماركت. بس الطريقتين بجد انا جربت دي وجربت دي، الاتنين تحفة، وتقدري تشوفي الاتنين واختاري الطريقة اللي تريحك. عايزه اقولك بقى ان هي انت ممكن تستخدميها بقى في تتبيلات سمك، تتبيلات فراخ. تقدري لو حطيتيهم بس كده على شويه بطاطس، حطيتيهم على طبق فول، حطيتيهم على شويه بتنجان، واحنا كمان داخلين على صيام ورمضان وكده. فهي هتنفعك في تتبيلات كتير وهتوفر عليكي وقت، وعايزه اقولكوا طعمها بجد يا جماعه رهيب. دي بقى بعملها مره واحده في السنه، بتقعد معايا من السنه للسنه. فعايزه اقولكوا بجد مش هتندموا لو عملتوها. وتعالوا بقى، مش هطول عليكم اكتر من كده، نبدأ في الطريقة. بس قبل ما نبدأ بالطريقة ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة. عايزين نوصل لل1000 مشترك في اقرب وقت، عشان هعمل لكم فيديوهات ان شاء الله احلى وجايه لكم بافكار حلوة كتير. اول حاجة جبت شوية فلفل كده من الاحمر الحراق ده، هو اصلا الموسم بتاعه بيبقى موجود تقريبا. انا بشوفه عامة مرة في السنة، فانا في اول ما بلاقيه باخده كده على طول وبقوم رايحة عاملة الهريسة دي. بعد كده حلة على النار وبدأت احط فيها مية بتغلي عشان هجهزها، عشان هبدأ استخدمها دلوقتي. على ما المية تغلي هبدأ بقى اجيب الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اشيل الجزء الاخضر اللي من فوق ده زي ما انتوا شايفين. ممكن تعمليه بالسكينة، ممكن تعمليه بايدك اسرع، بس انا بصراحة يعني ما انصحكوش تعملوه بايديكوا قوي، لان ايديكوا بجد هتبقى مشطشطة جدا. فانتوا ممكن مثلا تلبسوا جوانتي في المرحلة دي، او انا من رأيي اعمليها بالسكينة وخلاص. كمان هنحتاج توم، دول تقريبا هحتاج 3 معالق كبار من التوم. فجبت كده التوم زي ما انتوا شايفين مقشراه كويس، وهبدأ ادقه في الهون. بصوا بقى كده المية خلاص غليت معايا، هبدأ انزل فيها على طول بالفلفل. لو انتوا عايزين الفلفل ما يكونش حراق قوي، ممكن تحطوا معاه ربع كوباية من الخل وهو في المرحلة دي. ده هيخفف شوية من ان هو يبقى حار قوي. بالظبط بسيبها في المية من 5 ل7 دقايق، وبعد كده ببدأ اشيلها على طول. كده بقى بعد ما طلعت الفلفل كله، هاخد بقى كوباية من المية اللي سلقت فيها الفلفل. بعد بقى ما طلعت الفلفل بتاعي خلاص من المية، هنبدأ بقى دلوقتي في الخطوات الأخيرة. وهي ان انا هحط الفلفل كده زي ما انتوا شايفين في الخلاط، وهحط معاه من 3 ل4 معالق من الثوم. ممكن تستغنوا عنه، بس عايزة اقولكوا هو بجد مهم جدا بالنسبة لي. بعد كده هنبدأ بقى نحط مواد الحفظ بتاعتي اللي هتخليلي الهريسة تقعد معايا من السنة للسنة من غير ما تبوظ او يحصل لها اي حاجة. وهي معلقتين كبار من الملح، وكوباية الا ربع من الخل، معلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة كمون، ونص كوباية من مية السلق. ولو احتاجنا بعد كده نزود، ممكن نزود بالتدريج. وبعد كده هنبدأ نضرب بقى كل ده في الخلاط. اظن مفيش اسهل من كده. بعد كده طبعا احنا ما كناش حطينا الفلفل كله، فهنفضل نزود زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. ولو احتاجنا نزود مية من المية بتاعت السلق هزود تاني. بس كده لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله بجد يا جماعة كانت حلوة جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم هتفضل معاكم في التلاجة بجد، في اي تتبيلة في اي حاجة هتنفعكم. ممكن ساعات تستعملوها كصوص حار لو انتوا بتحبوا الحاجات المشطشطة يعني. وطبعا لازم نحطها في برطمان معقم. معقم، انا قلت لكم ممكن تعقموه ازاي، ان انتوا تحطوا فيه مية مغلية سخنة جدا لحد ما تهدى وتبرد شوية. بعد كده ادلقوها منه ونشفوه كويس وابدأوا حطوا فيه على طول. او الطريقة التانية اللي انا عملتها لكم في فيديو الطماطم، تخزين الطماطم، هسيب لكم اللينك بتاعها عشان لو انتوا حابين برضو تروحوا تشوفوها. ومهم جدا عشان ما تبصش معاكي، تحطي على وشها رشة ملح صغيرة قوي وشوية زيت كده زي ما انتوا شايفين، وتغطيها بغطا محكم، وكده تقعد معاكي من السنة للسنة ما فيهاش اي مشكلة. ونصيحة مهمة جدا، لما تيجي تاخدي منها لازم يكون بمعلقة ناشفة مش مبلولة. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو افادكم وعجبكم، وشكرا انكم كملتوا الفيديو للاخر. ومستنية بقى تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات ان شاء الله.
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر وافكار احلى كمان. واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير. باي باي.